وهلا والله يا شباب، وياكم أنا تيمارو. رجعنا بمقطع جديد. اليوم عندنا حدث كلاو الفلولس، فنجرب نحرق 9000 توكنز ونشوف وش قدر راح نحتاج حتى نحصله. فقبل لا نبلش في المقطع طبعا راح اختار واحدة من التعليقات حتى يربح سكن ايبك من اختياره. فعلق برقم الاي دي مالتك وبالسكن اللي تحبه، وان شاء الله تكون انت الرابح. وبس let's get started. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. بداية مع تكلفة السكن يكلف 998 عملة سحب. تحتاج أقل شي 80 سحبة إذا عندك كل السكنات، إضافة إلى حظ أسطوري. كلهم يحصل السكن من ضمن السحبات الاعتيادية، يعني هو دا يسحب يطلع له السكن فجأة، بس هاي يحتاج لها حظ مال 10 سنين اللي قدام. مثل حظي ويا سكن تشيجو بتعاون بليش. anyway يب يكلف 998. تحتاج أقل شي من 80 سحبة فما فوق حتى تجمع هذا القدر من العملات. فنبلش على بركة الله. هاي أول سحبة راحت ب50 توكن، 5 نقاط. أوكي، هسه نبلش نسحب 10 ونشوف ايش قد راح يكلفنا. فخليكم السحب، فراح نسرع الفيديو شوية. هاي أول 10 الثانية. طبعا المظاهر أو الأبطال اللي تحصلهم إذا عندك إياهم راح يتحولون إلى عملات. وهاي 10 الثانية تحولها الساعة الثالثة. العشرة الرابعة. الأمور ما تبشر بخير. هسه حنروح نفتح المكافآت مال 40 سحبة، واللي تتضمن صناديق مظاهر إضافة إلى نقاط أو عملات سحب. بالسحبة رقم 40 وبالسحبة رقم 80 حيعطونك 158 عملة سحب إضافية، فهاي تفيدك بالتقدم. وهاي العشرة الخامسة أو السحب الخامس من أول 10. نقدر نقول ده احنا السحبة السادسة راح أنا فلوسي. السحبة الثامنة أو السابعة العفو. السحبة السابعة يا دوب وصلنا 600. السحبة الثامنة هل أخذ الصناديق بالبداية، هذين الصناديق حولوا لي إياهن إلى عملات سحب. والسحبة الثامنة اللي هي رقم 80 يعتبر، أو راح أدخل 80. السحبة الثامنة هاي حصلتها. لازم نعبر 80. طبعا ناخذ العملات اللي من هنا، نسوي سحب آخر ب10. هاي السحبة التاسعة 951. لازم سحبة 10، لازم سحبة 10. 991. نجرب حظنا بالفردية. سحبة رقم 11. اوكي، فالحاصل او المحصلة انه سحب 11 مرة من امهات العشرة، او 11 مرة سحب اول 10. يعني تقريبا هاي السوالف تقريبا كلها يكلف 5400 الى 5600. كلفني اني. اكو ناس حصلتها باقل واكو ناس حصلتها باكثر، بس التكلفة الاجمالية تقريبا حدود 5000. فيب راحنا فلوسي. فهذا كل شيء عندنا ان شاء الله المقطع اليوم. ان شاء الله يكون خفيف ولطيف، وخسرنا بفلوس هواية. وصراحة هذا اغلى سكن او اكثر سكن كلفني لحد الان من بين سكنات الفلولس. يب ان شاء الله تكون تجربة جميلة وعجبتكم وتتعظون منها. وهاي السكنات الفلولس يعني نتحسب حساب انه راح تكلفك ممكن فوق ما انت متوقع، فلازم تكون ميزانيتك ثقيلة. وبس بيس اوت.